من هو الأفضل بين المنتخب الجزائري والمغربي؟ يعد المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي من أحسن المنتخبات العربية والإفريقية، وهناك سؤال حير بعض الناس: من هو الأفضل بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي؟ وفي هذا الفيديو سنجيبكم من هو الأفضل بين المنتخب المغربي والجزائري. ألقاب المنتخب المغربي: توج المنتخب المغربي بكأس إفريقيا مرة واحدة فقط، وبعد هذا التتويج لم ينجح المنتخب المغربي في التتويج بكأس إفريقيا مرة أخرى. وبالنسبة إلى كأس العرب، توج المنتخب المغربي بكأس واحدة فقط، وبعدها فشل في تحقيقها مرة ثانية. وفي كأس العالم نجح المنتخب المغربي في التأهل لكأس العالم 6 مرات وليصل إلى نصف النهائي مرة واحدة. ألقاب المنتخب الجزائري: توج بكأس إفريقيا مرتين ليصبح ثاني أكبر منتخب عربي تتويجا بها. واستطاع أن يحقق المنتخب الجزائري لقبا وحيدا في كأس العرب، حيث قدم دورة استثنائية ليتوج بلقبه الأول بالنسبة للكأس العربية. وبالنسبة لكأس العالم، لم يكن المنتخب الجزائري محظوظا، حيث تأهل 4 مرات فقط لكأس العالم، وكان أبرز إنجاز للمنتخب الجزائري آنذاك الوصول إلى ثمن النهائي. وأهم لاعبين في المنتخب المغربي هما اللاعب أشرف حكيمي والآخر حكيم زياش. وبالنسبة للمنتخب الجزائري يمتلك أهم لاعبين هما اللاعب رياض محرز واللاعب الصغير إسماعيل بن ناصر. ومن خلال هذه المعلومات نستنتج أن المنتخب الجزائري أفضل من المنتخب المغربي من ناحية الألقاب، وأن المنتخب المغربي أفضل من المنتخب الجزائري من ناحية جودة اللاعبين.